السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. شم النسيم على الابواب. النهاردة الجمعة، يعني كلها 3 ايام 4 ايام، 3 ايام ماشي. وشم النسيم. بهني الجميع. تمام. طبعا من اللي احنا شفناه دي عرفنا احنا هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. صح كده؟ مظبوط تمام. الأول قبل ما ندخل الفيديو هنصلي على الرسول، نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا ندخل ونشوف هنعمل ايه. أنا معايا هنا ملح، كركم. أنا معايا 5 معالق ملح كبار، معلقة كبيرة كركم، 3 ليمونات. عادي، في ناس ما بتحطش ليمون وفي ناس ما بتحطش زيت، بس انا بحب احط الليمون، بيبقى طعمه تحفة. وانا على طول بخلل السمك او بملح السمك بالطريقة دي. طب معاكي سمك ايه اللي هتملحيه المرة دي؟ سردين ولا فسيخ ولا بوري ولا ايه؟ يلا بينا نشوف اللي معانا ايه. بس قبل ما ندخل الفيديو، عندي هنا العلبة اللي هخلل فيها. لو عندك علبة زي دي ماشي، عندك ازازة كاكولا ماشي كبيرة، عندك اي برطمان، اي علبة، اي حاجة. ما تقفش عند حاجة معينة، ممكن تعملي في كيسة بس. تمام تمام. يلا يا بطوط، يلا يا بطوط. هنا عندي اهوت بسارية. دي بسارية صغنونة، شوفوا قد ايه صغنونة خالص يعني كده، بس شكلها تحفة وطعمها بيبقى خطير خطير خطير. كده البسارية معانا، هنغسلها طبعا كويس. طبعا المفروض ان احنا لما نشتري الحاجة دي ما نسيبهاش تعفن ونسيبها نقول لا استنى اما الصف مش عارفة، لا احنا نغسلها على طول وننضفها. هنخلصها ونغسلها ونشوفها مع بعض. شوفوا المية اللي طالعة من اول فم للبسارية، شوف شكلها عامل ازاي. تمام. هنفضيها ونعمل مية تانية. طبعا البسارية بتاعتي انا غسلتها لحد ما المية بتاعتها بقت في منتهى الجمال. يلا بينا. صفيتها كويس، مفيهاش اي حاجة، نضيفة وحلوة، مفيهاش اي حاجة بجد. البسارية دي جميلة جدا وصحية وحلوة. ممكن تتقلى وممكن تتشوي على فكرة، وممكن تتعمل كفتة كمان. هنعمل ايه؟ هنشوف مع بعض كده. يلا بينا. طبعا انا هنا خلطت الكركم على على الملح. الكركم ده اختياري، ممكن تحطي بابريكا، تحطي شطه زي ما تحبي، بس انا مش حاطه شطه عشان انا عندي اطفال ما ينفعش ان هم ياكلوا معانا الشطه. انت ممكن ترصي واحده بواحده وترشي، وممكن تعمليها كلها على كده يعني بالمنظر ده كده. سيب شويه لو احتاجناهم نعملهم. طبعا انا غلفتها، كل واحده بقت فيها الملح بتاعها بكركمها بحالها. هنحطها في العلبه، ترصي تحطها كده عشوائي اللي يريحك، والاختيار لك انت. تمام تمام. يلا بينا. طبعا انا معايا العلبه بتاعتي اللي هحط فيها زي ما قلت لك. حابه تحطي في علبه، طبعا العلبه هي حابه تحطي في العلبه، حاجه اختيار لك انت. تحطي في ازازه برضو، الازازه جميله، ازازه كاكولا كبيره حلوه برضو. تمام زي ما تحبي. هنحطها مع بعض كده ونشوف. شايفين انا رصها ازاي؟ يعني انا منيمه العلبه كده وبرص. تمام تمام كده يا حبايب قلبي، انا خلاص رصيت. تمام. طب انا عندي هنا اللي هو المكان ما انا كنت رش عليها وكده، مش هرميه طبعا لان هو الملح بتاعها وكده مش ميه، يعني فاهمين انتوا؟ لازم احط لها حاجتها عشان تبقى طبعا انا هنا في عندي ملح بقى اهوت بالكركم، طبعا مش هحطه لان هم خدوا كفايتهم عشان ما يبقاش مملح قوي، ويبقى روت كده وجميل. صليت على الرسول ووحدت لا اله الا الله. معايا عصير الليمون بتاعي، هحطه بالشكل ده كده. هجيب معلقتين زيت، حطوهم اي زيت عندك، مش مرتبط زيت اي معلقتين زيت عندك بالشكل ده كده. تمام.
انا عندي بقى هنا قشر الليمون اللي هو ايه انا عصراه، بحطه برضو برصه كده بالشكل ده. تمام، بيبقى عامل زي مض حافظة ليه بالشكل ده كده. تمام، قطعي شرايح، قطعي طرنشات زي ما تحبي، بصي زوقي زي ما انت عايزه تزوقي، وبعدين نقفل عليه بالغطا بتاعه، وان شاء الله نفتح عليه ونشوفه مع بعض وناكله مع بعض. يلا بينا، يلا بينا. شايفين المنظر اهوت الشكل ده كده اهوت مرصوص، يعني اللي احسن تقولوا ده هي فابريكت يعني، اهو رصاه بالراس كده من تحت الشكل ده كده. يلا بينا عشان لما نفتح عليه ونشوفه نقول ايه رأيكم. يلا بينا. برطمان الليمون الليمون برطمان علبة الأنشوجة أو البتاع البسارية أو السردين أهي، شايفين أهي. هي التانية لما تنزل ميتها، والمية دي هتبقى ايه المخلل بتاعها. تمام، ومقفولة ومحبوكة اهي، يعني شوفوا اهي اهي، يعني اهي كده. تمام تمام بالشكل ده كده، ما تخرش ميتها ولا اي حاجه، حاجه محكوم ازازه اي حاجه عندك اعمليها. تمام، يلا بينا.